الطريقة الصحيحة كيفاش نركبو الليزري اللي هو كما كتشوف في الجهة اللي راكب فيها. هنا عندنا راحة العود هي الأهم شيء. هنا كتشوف كيفاش غنركبوه. تبع معايا أسهل طريقة لما تركب هاد الليزري الطارية ديالك مرحبا ساهل غادي تقدر تركبو. وهنا ديما كنساهمو في راحة العود. راحة العود هي أهم شيء، ماشي بنادم تيجي كيعطيك الفلوس ديالو كيمشي في حالته، ولكن نتا كتبقى عندك مسؤولية بينك وبين حيوان، ماشي بينك وبين داك الانسان اللي عطاك ديك الفلوس. هادشي علاش ديما حاول يا اخي اي حاجة كتصايبها ما تشوفش انت داك الانسان اللي عطاك، شوف داك الانسان اللي غتخدم معاه. انت هو كنتعامل مع بشر كيعطيك فلوس وكيمشي في حالته، هو ما عارف والو في هاد الدومين، ما عارفش شنو غادي كيفاش غتصايب انت ديك البياسة. ولكن انت كيكون عندك الضمير ديالك، الا كتخاف الله راك كتخاف الله في داك العود وكتصايب لي شي حاجة اللي مريحة. كنت عندك ماديا وكتفكر غير في الدنيا ما كتفكرش في الاخرة، راك غادي تقدر تخدع ديك البياسة، ومهما خدعتها غادي تآدي العود في الصحة ديالو. الى آدت العود كون متأكد يا اخي راك عندك مع واحد المقابلة، وماشي هنا ترغد امنا من الله. حيت هو العود ما كيهضرش ما كيتكلمش، ما غاديش تجي عنده تقول ليه اسمح لي السي العود رانا غلطت معاك داك النهار وصايبت ليك، او لا غادي ممكن واحد النهار تغلط مع انسان يا اخي وغادي تجي تطلب منه السماحة وغادي تكون انت وياه غادي يسمح لك. ولكن العود لا يمكن غادي يتكلم معك. داكشي علاش كنصح اي انسان كيتعامل مع الحيوان ما تشوفش داك الانسان رب الحيوان. رب الحيوان كيكون ما عارف والو في واحد الدومين، كيجي كيأدي الواجب، ولكن المسؤولية كتبقى عندك. ولا حول ولا قوة الا بالله. حيت كيجيو عندي شي بياسات كنشوفهم كتعرف بانه هذا الانسان اللي صايب هاد البياسة راه ما كيخاف كاع الله بصفة نهائية. انت مهما صايب هو واحد البياسة وانت شت فيها واحد ديفو واحد الافوت كتلقى بان راه ما كيخافش الله. علاش؟ ديما شوف داك الحيوان اللي هو دم ولحم. وحنا دابا كيما كتشوفوا جاهزة السلطة ديالها. تحياتي لجميع الاخوان، شكرا للمتابعة.